السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم واحد الكيك هاد الكريمه اللي كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. بقاو معايا في الفيديو حتى الاخر باش ما نطولش عليكم. ما ننساوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبدا مباشره في الوصفه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هنا عندي شويه الملح، عندي حبه ديال البيض، عندي هنايا نص كاس ديال السنيده. نبدا نزيد داك البيض مع ديك السنيده. صافي من بعد ما جا يتخلط بحال هكا عندي ربع كاس ديال الزيت، نزيد نخلط بيه. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، عندي هنايا كيس بنكهة الفاني، عندي هنايا كاس ديال الطحين، كيس ديال خميرة الحلويات، الوزن ديالو 8 غرام. صافي ونبدا نخلط. صافي غنزيد هنايا نص كاس ديال الطحين، المجموع هزت ليا كاس ونص. صافي وعندي هنايا قطرات ديال الخل. كيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، ما ثقيلش وما خفيفش. صافي غندوز باش ندهن المول ونكبها في المول. صافي هنايا المول ديالنا راه دهنتو بالزبده والطحين، ونبدا نكب الخليط ديالنا. صافي وغندوز مباشره ندخلها للفران، غنشعل عليها من تحت ونخليها طيب. وهذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت. كتاخذ هذا اللون اللي ذهبي، كتجي واحد الكيكه اللي رائعه ما شاء الله. صافي هنا نخليها تبرد تماما. صافي هنايا تماما ما بردات، حاولت اني نقلبها. عندي هنايا السيركل ونحاول اني نقطعها بهذا الشكل. تقدروا تخليوها كامله. صافي ندوز باش نقطعها. صافي هنا من بعد ما قطعتها نحيد هاد الجوانب بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش كتجي الكيكه خفيفه ما شاء الله. صافي ندوز مباشره باش نصايب الكريمه. الكريمه عندي هنا ايطرو ديال الحليب، عندي هنا 3 المعالق ديال سنيده، عندي هنايا كيس ديال الفلون بنكهه الفريز، عندي 2 معالق ديال المايزينا اولا النشا الذره، عندي هنايا راس معلقه ديال نكهه الفرomباز اولا نكهه الفريز اللي كتبقى اختياريه. نخلط كلشي على البارد. وغندوز نحطهم فوق البوطه. غير تبدا ديري هذوك الفقاعات عرفوها راه وجدات. صافي غندوز نحيدها من فوق البوطه. عندي هنا 4 القطع ديال الشوكولا بيضاء، عندي هنا حك ديال الياغورت بنكهه الفريز. صافي نخلط كلشي مزيان. نحس بديك الشكلاط داب ليا، نبدا نخوي. انا الكيك ديالي هنايا راه ما غنسقيش حيت الكريمه مازال سخونه. حاولوا انكم تزيروا ديك السيركل مزيان
باش الكريمه ما تخرج لكمش من الجناب. صافي حاولوا تقادوا ليها الوجه ديالها. صافي غنخليها هنايا جانبا حتى تبرد ليا مزيان، ومن بعد غندخلها للثلاجه باش تبرد وتماسك ليا ديك الكريمه. صافي هنايا بالنسبه للطبقه الاخيره عندي هنايا معلقه ديال السكر، كاس ديال الماء عامر، عندي هنايا فلون بنكهه الفريز، عندي هنايا راس معلقه نكهه الفرomباز. انا بغيت هنايا اللون يجيني شويه غامق على الطبقه الاولى. نخلط كلشي على البال ونزيد نحطهم فوق البوطه، نزيد نحطهم فوق العافيه حتى يطبخوا ليا مزيان. صافي كيف ما شفتوا معايا غير بدا يطبخ لينا هكا، عرفوه راه واجد. صافي ونزيد نحيدها من فوق البوطه. الكيك ديالنا هو هذا. صافي هنا راه برد، غنحاول نكب داك غير بشويه، حاولوا ديروا معلقه باش ما تخسر لكمش الطبقه الاولى. صافي بداو تكبوا غير بشويه. نتوما غنخليها تبرد مزيان ومن بعد غندخلها للثلاجه على الاقل واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع عاد نخرجوها. صافي كيف ما شفتوا هنا من بعد ما جبدت ليا مزيان ناخذ شي سكين ونحاول انني نحلها بهذه الطريقه من الجناب باش دغيا السلك يتحيد لي. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الطبقات راهم باينين كل وحده بوحدها. صافي غندوز عندي هنايا الشكلاط ونبدا ندير خطوط للتزيين. دائما التزيين كيبقى اختياري. صافي هانتوما وبالنسبه للتزيين انايا هنايا درت خطوط بالشوكولا البيضاء وزدت هنايا قطع ديال الشكلاط كحل. ودائما التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا بداكشي اللي بغيتو ومتوفر عندكم في الدار. كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال البنات. راه كتجي شي حاجه اللي رائعه. ماشي باش نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي. شوفوا الطبقات ما شاء الله راهم باينين. شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله، شي حاجه اللي زوينه بزاف البنات. كنتمنى انكم تجربوها، والا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك او بارطاج. ونقول لكم بالصحه والراحه، فيديو جديد ووصفه جديده ومع السلامه.